ألف على 3000، وفعلها خالد الوليد ب36,000 مقابل 240,000 من الروم. هؤلاء انكشفوا، لقد انكشف في هذه الأيام، انكشف هذا البهتان، انكشف هذا التنوير المغناطيسي، هذا التخدير الذي يقوم به العلماء مع السلاطين. هم إخوة الإيمان يسألونكم في هذه الأيام عن السنة والشيعة، وهم يقرؤون عليكم هذه الآيات. إن هذه ليست جمعة أنتم كنتم تصلون الظهر في الإسلام، لأن الجمعة في الإسلام أمرها عظيم. إمامها يحدث الناس عن واقع الأمة. في اليوم مات أكثر من 200 فلسطيني. الكلاب تنتشر وتقوم بنفش أرواح المسلمين، تأكلهم على مسمع ومرعى من مليارين. والعلماء يخافون إخوة الإيمان الحبس، يخافون إخوة الإيمان من قطع الرواتب إذا لم يصبر العالم على البلاء. فمن الذي سيصبر على البلاء إخوة الإيمان؟ هل يصبر عليه الساسة الذين تربوا في أحضان إخوة الإيمان الضرب؟ هذا أمر لا ينطلي. هم يحدثونكم عن مسائل جزئيات من الدين لا علاقتها بالواقع. ولذلك استثنى الإمام من الدعاة اللبنانيين. إن اللبنانيين حتى ولو كانوا شيعة هم من المسلمين، ويتم الاعتداء عليهم، وإنهم يموتون جهادا يدافعون عن وطنهم. وقد أخبر النبي أن الذي يموت دفاعا عن عرضه هو شهيد، حيث قال: من مات دون عرضه فهو شهيد، ومن مات دون ماله فهو شهيد، ومن مات دون أهله فهو شهيد. وقد ماتوا يساندون أهل غزة ويدافعون عنهم، وأنتم تتبجحون بدرهماتكم. الله أكبر! الله أكبر! الله أكبر! وإن علماءكم يشغلونكم بجزئيات الدين ويفرقون هذه الأمة بمسائل تافهة. قال سيد الأئمة العز بن عبد السلام: من دخل قرية فشا فيها الربا فحدثهم عن الزنا فقد خان الله ورسوله. إن إماما في هذه الأيام يحدث الناس عن الخلافات بين المسلمين هو خائن إخوة الإيمان. ولذلك إخوة الإيمان على هؤلاء أن يتقوا الله، وعليهم أن يعلموا أنهم سبب بلاء الأمة. 114 مليون من السنة تسكن في مصر، أكثر من 500,000 منها عالم، لم يمت عالم واحد من هؤلاء. وإن الأردنيين يزودون إسرائيل بالخضروات، لم يمت واحد منهم إخوة الإيمان. قد كشف الله أمركم، وكشف أمر الإمارات، وكشف أمر عبيد الله، وكشف كل هذا إخوة الإيمان. عليكم أن تتقوا الله، وأن تعلموا إخوة الإيمان أن أضعف الله أكبر!